يا صباح السعادة وصباح الهنا عليكم كلكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى أنا بعمل الفطار بتاعي وجي في بالي أصحابي حبايبي لازم أديكم شوية نصايح النهاردة كده وأقول لكم الروتين بتاعي. على القناة التانية أنا عملت الروتين الديني اللي أنا بعمله كل يوم علشان نحس براحة نفسية كده وبنحس إن إحنا سعداء وراضيين في روتين ديني كده. إحنا الأجازة جات وملناش أي حجة، ففي روتين ديني كده عملته على قناة مس حسناء، عايزاكم كلكم تشوفوا وتعملوه، ومن النهارده نبدا فيه ان شاء الله باذن الله. عايزه اكلمك على ايه؟ الفطار. الاجازه جت والنوم بالليل والسهر طول النهار، كل ده احنا هنمنعه تماما ان شاء الله، وهنعيش حياه صحيه وحياه جميله. بلاش الفطار التقيل كل يوم، خدي بالك، ولما تكوني ناويه في اليوم ده تاكلي حلويات يبقى تقللي في الفطار وتقللي في الغداء. جسمك اهم حاجه تهتمي بيه ان ما يزيدش، علشان الامراض اللي احنا عارفينها كلها ربنا يعافينا، وتحسي ان انت دايما رشيقه كده، وتحسي دايما ان انت يعني بصحه كويسه. وكمان التخن بيدي سن اكبر من سن كتير جدا. بص، هو انا يعني هي بس اللبس ده بيتخني، يعني انا مش تخينه قوي كده الكاميرا بتتخن على فكره. هعمل بقى معاكم كده، هعمل شاي بلبن وهوريكم الفطار اللي انا تقريبا يوميا بفطره. يعني تقريبا ممكن اغير في يوم ولا حاجه، بس هو ده تقريبا اللي الفطار اللي الواحد بيفطره يوميا، او انت تحاولي تواظبي عليه مع تبديل حاجات بسيطه. بصوا بقى يا جماعه، انا هوريكم. هجيب الطبق اللي انا هفطر فيه. انا بحب احط اكلي كله، احب احط الاكل بتاعي كله في طبق واحد علشان تحسي ان انت محكمه بالطبق ده وهتخلصيه. تمام. عملت انا سلقت بيضه هقشرها. هقشرها واغسلها كده كويس بعد ما قشرتها طبعا. ادي اول حاجه البيضه المسلوقه. البيضه المسلوقه دي مهمه جدا جدا جدا، عارفين يعني كل يوم تاخدي بيضه مسلوقه، دي حاجه مهمه جدا لصحتك كمان. هعمل بقى الشاي بلبن بتاعي. تمام. انا غليت الميه في الكاتل، وهحط الميه على النار كده على البوتاجاز على بال ما اعمل الشاي. هذا اللبن هيسخن. تمام. مش بحب احطه في الميكروويف، في ناس بتحط الشاي بلبن في الميكروويف، لا مش بحب. بصي بقى، حاولي السكر على قد ما تقدري. انا احط نص معلقه بس مع الشاي بلبن. الشاي بحط معلقه، لكن الشاي بلبن بحط نص معلقه. وده الشاي. تمام. وده كده هصب هنا شويه على قد ما بتحبي بقى. بتحبي الشاي اكتر، بتحبي اللبن اكتر، زي ما تحبي اعملي. تمام. هجيب بقى رغيف بلدي، هسخن العيش كده في الميكرويف. ادق رغيف بلدي هاخد نصه بس، هاخد نصه. تمام. هاخد نصه بس، كفايه قوي نصه. ماشي. هجيب بقى خيار وفلفل. كتري بقى براحتك من الخضار، يعني انت زي ما انت عايزه من الخضار، واهتمي بنفسك كده وخلي طبقك شكله جميل يعني. ادق الخيار. تمام. وانا عندي فلفل احمر، بحب الفلفل الالوان جدا، الاحمر او الاصفر كاكل كده يعني. ولادي ما بياكلوهوش خالص كده، ياكلوه في جوه الاكل، لكن ياكلوه كده لوحده مش بيحبوا يعني. مهم قوي قوي بقى يا جماعه الجبنه القريش حلوه جدا. اظن العيش كده كفايه قوي. الجبنه القريش مهمه قوي 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 وصحيه ومش بتتخن طبعا. فانا هجيب قطعه كده عشان تحسسني بالشبع كمان. فاهمين يعني؟ عايز يعني حته كده كبيره هاكلها علشان تحسسني تديني احساس الشبع. اهي طلعتها من العلبه اهي. في ناس بيحطوا عليها زيت زيتون، بس انا مش بحب يعني احط عليها زيت زيتون. العيش اهو سخن بقى جميل. هاخد نصه بس، اقطع نصه كده بالسكينه اهو بس. اللبن سخن. نص رغيف كفايه قوي 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 قوي. بصوا كده بقى
شفتوا الالوان اساسا تحسسك ان انت شبعتي. تمام. هجيب بقى اللبن واحنا قلنا قبل كده ان لازم يبقى ليك المج بتاعك، لازم ليك المج بتاعك تشربي فيه دايما الحاجات السخنه بتاعتك. كده تمام. كده فطاري خلص. انت بقى عايزه تفطري ولادك الاول فطريهم، عايزه تفطري انت الاول وبعدين تفطريهم، تمام. عايز تعملوا انتوا مع بعض وتفطروا، تمام. بس ما تنسيش نفسك في الاكل، ما تنسيش نفسك في الاهتمام، ما تنسيش نفسك في الاكل الصحي. اوعي كل يوم الصبح تبعتي تجيبي فول وطعميه وبطاطس والكلام ده تقعدي تفطري كل يوم، ده لا. ممكن نعمل دي مره في الاسبوع، مرتين بالكتير قوي في الاسبوع، لكن بعد كده اكلنا الصحي. ممكن نستبدل البيضه بعد كده ب4 معالق فول، ونفس الخضار ده كده يبقى معاها، والجبنه برده، والشاي بلبن. تمام. الموبايل بيقول لي الشحن. تمام. اكل صحي يعني حياه صحيه، يعني جسم جميل، يعني نشاط، يعني حيويه. تخيلي بعد الاكله دي تلاقي نفسك في طاقه جميله كده وقايمه تعملي كل حاجه. لكن لو واكله تقيل قوي قوي مش تقدري تقومي تعملي الشغل بتاعك. انا دلوقتي هخلص عشان اقوم بقى اشوف بعد ما هفطر، ابدا اشوف الشقه بقى تنظيف سريع كده وتلميعه سريعه. بعد كده اشوف الغدا اللي انا هعمله ايه، وهطلع غدا ايه، وهعمل ايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا رب كده كلكم تتمتعوا بالصحه والعافيه. ما تنسوش بقى حسنا في اللايك بقى، اللايك بقى يا جماعه للفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وافكار جديده جدا جدا. استنوني.